مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: كارثة حقيقية تهز طائرة مغربية قبل قليل. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم دائما كل جديد. إليكم التفاصيل. منعت رياح قوية طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية من الهبوط في مطار فالنسيا في إسبانيا بعدما لامست عجلاتها أرضية المطار، ما اضطر قائدها إلى إلغاء الهبوط في اللحظات الأخيرة والصعود مرة أخرى. المقطع يظهر اللحظة التي قرر فيها قائد الطائرة إلغاء الهبوط والإقلاع من جديد بعد أن أدت الرياح إلى انحراف الطائرة عن مسارها وفقدانها للتوازن، بالرغم من ملامسة عجلاتها لمدرج المطار 3 مرات. الطائرة، وهي نوع من ATR 72، كانت قد أقلعت من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، وتمكنت الطائرة أخيرا من النزول بسلام. وذكرت وسائل إعلامية محلية أن الطائرة كانت تقل 122 راكبا وطاقما. كان معكم مذيع قناة موقع الحدث، دمتم في حفظ الله ورعايته.